السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم. يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وعافية. عملنا معاكم اليوم كعك العيد أو معمول الطحين. ما شاء الله، شوفوا شكله بشهي، وكان هش كتير وناعم وطري، وإن شاء الله تعجبكم الطريقة. وشوفوا كيف ما شاء الله ومستوي على القد. بس تابعوا الفيديو للآخر، والمقادير إن شاء الله راح أكتبها لكم صندوق الوصف. وأهلا وسهلا بالجميع، وتابعوا الفيديو. شوفوا ما شاء الله، أنا هنا وريتكم حبة يعني معمول بشهي بالطحين بدون سميد. وفي عندي وصفات عملتها على قناتي موجودة كمان 3 مكونات. وهلا نبدأ إن شاء الله المكونات ونقول بسم الله. عندي هنا 600 جرام زبدة، تقريبا بيجوا كاستين. الزبدة لازم تكون بحرارة الغرفة، لازم تخلوها قبل بساعتين، وممكن تستخدموا سمنة كاستين. وعندي هنا كاسة سكر ناعم راح نخلها. أهم شي تنخلوه السكر البودر عشان ما يكونش فيه أي كراكيب أو أي حبيبات. وبعد ما نخلته عندي هنا كاسة زبادي، زبادي عادية مفيش أي إشي. وعندي هنا بيكنج باودر رشة، يعني معلقة صغيرة. وعندي فانيليا كمان رشة. المكونات وبطريقة سهلة. وعندي هنا البهارات الكعك أو المحلب، معلقة أو معلقتين حسب النكهة اللي بدكم إياها أنتم، ممكن تزودوها. وعندي هنا نبدأ نخلط المكونات. عندي هنا شوية زبدة لسه ناشفة شوية، طولوا بالكم تخلطوها. ممكن تستخدموا هنا الناس اللي ما بتحب عندها موجودة العجانة، ممكن تستخدموا العجانة أسهل لكم. 5 دقايق بعد ما عجنتهم شوية. عندي هنا كمان كاسة حليب بودر، حليب بودر كاسة بالمعيار. ونعاود كمان نخلط لغاية الخليط هاي بيصير معانا كريمي. أهم إشي كل المكونات بتتخلط مع بعض. ممكن قلت لك بتعملوها بالعجانة، وممكن بيدكم 5 دقايق هيك تعجنوها كويس، وبتصير هيك كريمية. ضلكم لغاية، أنا عندي هنا لسه الحبيبات الزبدة فيها حبيبات ناشفة يعني مش كتير سائلة. ولازم انتم تخلوها الزبدة أقل إشي ساعتين برا. شوفوا هلا لما صارت كريمية بيصير زي لونها هيك بيتغير، وبصير شكلها كريمي. هاي نفس الإشي. وبعدين بتصيروا تنزلوا عليها. هنا شوفوا كيف الشكل، كل ما بتخلطوها بتصير شكلها كريمي وخلاص بتتماسك معاكم. وهاي 100% إن شاء الله بتكون النتيجة مضمونة وبيطلع معاكم حتى لو أنتم أول مرة رح تعملوا كعك. وعندي هنا، أنا حبيت أقول لكم عندي أنا استخدمت كيلو طحين، كيلو بالضبط. والناس اللي ما عندها عملت 6 كوبايات طحين. وإذا إذا عوزتوا يعني شفتوا العجينة تحتاج كمان لنصف كوباية أو معلقتين طحين بتكملوهم حسب. وضلني هيك بخلطها شوي شوي، ما حدعكها يعني زي عجينة الفطاير أو البيتزا، لا بخليها عشان ضلها معي هشة. بخلطها شوي شوية، وما ضلني أدعكها، ألفها ألمها شوي شوي لغاية كلهم ما يتدمجوا مع بعض. وطريقة شوفوا كيف صارت العجينة ما شاء الله، وكمان كترية ولا بدها مية ولا خمير ولا ترتاح. حين أنا بس حوريها لكم بسرعة، وشوفوا كيف على طول يعني ما بدها أي شيء، تيجي معكم هشة وناجحة إن شاء الله. وراح هنا أكعبرها وأغطيها وأخليها لغاية ما أجهز معاكم العجوة. العجوة أنا عندي هنا شفتوها، أنا بقى هيك بجهزها. عندي هنا العجوة تقريبا كيلو عجوة تمر. هنا بصب عليه 4 معالق زيت زيتون أو ممكن تستخدموا سمنة، وأخلطها مظبوط. وأنا حبيت أعمل معاكم هنا المعمول بطريقة غير. حبيت أعمل التمر هنا أخلطه مع لوز. شوفوا اللوز أنا هنا طحنته بس مش كتير ناعم، عشان لما أنت تاكلي حبة المعمول تلقي هيك مع التمر، تلقي هيك هرشة لوز. أي مكسرات بدكم عندكم هي اختيارية، ممكن تعملوا أي حشوة أنتم بدكم إياها. ممكن حشوة تمر، بس هاي حبيتها كتير عجبتني هاي، وأنا عملتها قبل هيك وكتير طيبة وحبيت أجربها معاكم. وما تنسوش تكتبوا لي رأيكم بالتعليقات. واهلا وسهلا بالجميع، وان شاء الله يعجبكم الفيديو. انا بجهز هيك اكور التمر واكور العجينه عشان يكون عندي طريقه سهله وكله جاهز قدامي. وبخلص اكورهم على قد الحبيبات التمر على قد الحبيبات العجين، واجهزهم وابدا فيهم واخلصهم كلهم بهاي الطريقة. وكتير طيبة طعمتها وبطريقة مختلفة. بتكون انتي تاكلي تمر مع اي مكسرات، والطريقة اي حشوة انتم بدكم اياها تستخدموها ممكن بنفس العجينة. وتبعوا بس اهم اشي المقدار،
وإن شاء الله تعجبكم. ممكن تعملوها بالعجانة حكيت لكم، وممكن بيدكم ما تاخدش منكم، وخلطة سريعة. وهنا أنا خلصت التمر كله، وراح نبدأ هليت كيف نعمل. هاي أنا كفته هنا جهز، بفتح هيك الحبة هي الناس اللي مبتدئة، وبحطها هيك وخلص بلفها بين يدي. إذا عندي أي شي عجينة زايدة أو إشي بشيلها على جنب. وأهم شي دايما العجينة بتستخدموها هاي بتغطوها عشان ما تعملش قشرة أو تنشف عنا. دايما العجينة اللي ما بنستخدمها بنغطيها ونخليها مغطية عشان تحافظ على رطوبتها وتعملش قشرة. بنعمل هيك لغاية هاي بالطريقة. شوف كمان جبت أنا عملت هنا، كملت معاكم تقريبا الكمية، وحبيت أوريكم كيف عندي هنا النقشة. أنا النقشة عندكم أنتم اختيار، ممكن تعملوها بقوالب، ممكن تعملوها بالنقشة هاي. شوفوا كيف شكله بيبيعوه عند المحمص وبتقدروا تشتروه. حبيت أعمل معكم طريقة بسيطة، إن شاء الله بنعمل المرات الجاية إن شاء الله نعمل أشكال تانية. طريقة هيك بسيطة وسريعة بسرعة. اللي تحبوا أي انتم اختيار بدكم إياه تعملوه. هاي أنا بعملهم هيك، بعدين بالوسط أعملهم شوي وشوفوا كيف النتيجة. وممكن تعملي قالب، ممكن تعملي اختيار اللي بدك إياه انتي، الشكل تحبيه انتي ممكن تعمليه. وهاي كمان عملت معكم حبة تانية، وعلى الطريق سريعة بسرعة. وإذا هنا حكيت لكم إذا في عجينة زايدة، ولا أهم شي تلفوها بين ايديكم متضلش أي تشققات أو إشي متخلوش. هيا شوفوا كيف الطريقة، تلفيها بين ايديكم وبتخلوها. هاي بتستويها. لازم كعب الحبة تكون، حبة المعمول تكون دائرية ومظبوطة فيش أي تعرجات، وتمشي معها هيك شوي شوي. وهاي بالطريقة هاي. وبالوسط بعدين آخر إشي كمان بعملها بالوسط، أدخل فيها بسويها هيك بالوسط بهاي الطريقة عشان تعطيني شكل حلو. شفتوها كيف؟ وممكن انت من اختيار بتكون لإلكم تعملوا أي شكل بدكم إياه. وهنا خلصتهم كلهم. أنا عملت جزئين، عملت واحد بالقالب وواحد بالهاي المشبك. وإن شاء الله تعجبكم، تابعوا الخطوات كلها. وعندي هنا ممكن اختيار لإلكم تعملوا لها قلم في الوسط، تعملوا لها نقبة هيك بالوسط، وممكن تخلوها من غير أي إشي. والحرارة الفرن على 180 أو 200، دايما تكون بالرف الوسطاني. وإذا حسيتوها من تحت حمارت ومن فوق ما حمارت، بتسكروا من تحت وتفتحوا عليها من فوق، بس بتخلوها تحت آخر الفرن من تحت لما تفتحوا من فوق. وده وتنتبهوا أهم إشي ما يطلعوش يعني مشقرين. طبعا عندي هنا هليت الصواني التانية عملتهم بالقالب نفس الطريقة. بحط المعمول، أحط العجينة وألفها بين يدي. وأي قالب عندكم، أنا عندي هذا القالب بسويها بهاي القالب هاي الطريقة. وإذا عندي أي شي زايد بطلعه وتكون مستوية وتطلع ما شاء الله 100% ومظبوطة. وبنزلها هيك وبحط. والصواني اللي عندكم مش محتاجة، إذا صوانيكم ما بيلسقوش أو إشي مش محتاجين ورق زبدة. أي صواني عندكم بس يكونوا كويسين ما بيلسقوا وتعملوهم. وإن شاء الله تعجبكم اليوم، وإن شاء الله كل عام وأنتم بخير. وإن شاء الله عجبوكم. وشوفوا النتيجة هنا بعد ما استوى الطبق الأول. هي شوفوا كيف طلعوا مشقرين وتستويهم يعني 100% طلع مظبوط. أهم شي تضلكم واقفين عليهم وهما يستووا. هاي كمان طلعت الصينية التانية، عملت أنا نوعين ما شاء الله جتني كمية، جوني 4 صواني أو 5، جت كمية ما شاء الله كتيرة. وشوفوا كيف نهايتهم. تقدروا تعملوا أي حشوة، وتقدروا كمان ترشوا عليهم شوية سكر بودرة من فوق وتزينوهم. وإن شاء الله عجبكم فيديو لليوم، وأهلا وسهلا بالجميع. ولا تنسوا لايك إذا عجبكم الفيديو، والاشتراك بالقناة. وأهلا وسهلا بالجميع، وإن شاء الله نشوفكم بخير فيديوهات جديدة. والله معكم، مع السلامة.